يا مساء الخيرات على كل متابعيني في كل مكان. النهارده رجعت لكم بخبر بيخص مسلسل أقدار الزواج. حابه اتكلم في الفيديو ده عن تفاصيل كتيره نزلت بخصوص حلقه يوم 30 ديسمبر، يعني حلقه غدا، وكمان حلقه يوم 2 ديسمبر. تعالوا نبدأ عشان نشوف ايه اللي حصل مؤخرا. واخيرا انكشفت حقيقه عليا وريا قدام الجميع. في اخر الحلقات اللي اتعرضت في الهند طبعا شفنا ان رامبير تمكن من انه انقذ ميهيكا وطبعا وداها المستشفى، ولكن مع الاسف واحد من رجال عليا كان هناك وشاف ميهيكا وطبعا حصروها، ولكن سيدهارت راح لميهيكا واللي جلس مكانه في منصة الزفاف هو رامبير، وتم عقد الزفاف بين رامبير وباراتشي، وهتكون الصدمة لريا زي ما ذكرت لكم. طبعا حلقة غدا هيكون في مواجهة كبيرة جدا بين عليا ورامبير وكمان باراتشي. عليا هتقول لرامبير لما كانت قادمة الى المنداب مع سيد، لماذا كنت تسمح ليها انها تتزوج من سيد، وليه كنت بتسمح بالزواج ده انه يتم؟ رامبير قال لها لانه ما كانش بيعرف بالحقيقة، وطبعا ما كانش بيعرف ان هي وريا اختطفوا ميهيكا. كانت عليا هتصفع شهانة، ولكن باراتشي مسكت ايدها ووقفتها وقالت لها طبعا انها ما تجرؤش انها تعمل الكلام ده. ولكن في مشهد مستفز جدا بلافي كانت بتقول ان طبعا عليا عملت كده لانها مجبرة، لانها كانت عايزة تحمي ريا. لان في حلقة 2 يناير باراتشي كانت بتقول ان كل ما فعلته كان عادلا، ولكن لم تستطيع تحمل الحقيقة يعني على عليا، ولم تشعر انها كانت على حق. عليا هتقول كيف يمكنني ان اشعر ان هذا صحيح، لان ريا خاصتها كان بيتم تهميشها من قبل الكل. وبلافي هتقول اعتقد ان ما فعلته عليا فعلته بدافع اليأس، لان ريا هتكون ايضا ام لطفل رامبير. باراتشي هتقول لها ان هذا ليس صحيحا. بلافي هتسألها ايه هو اللي غير صحيح، وباراتشي هتخبرها بان ريا مش حامل وانها بتخدعنا، وهيتم اثبات ده اليوم لما تيجي تقارير حمل ريا قدامنا. وطبعا كان في صورة من الصور هتظهر لكم على الشاشة. باراتشي كانت بتنزع الحزام اللي كان بيبين ان ريا حامل قدام الجميع، وبكده اثبتت ان هي مش حامل. كده مفيش مفر من خداعهم، وطبعا حقيقتهم انكشفت قدام الجميع. دي كانت الاحداث اللي نزلت مؤخرا بخصوص المسلسل. يا ريت تتفاعلوا اكتر على القناه لان تفاعلكم قل كتير، وطبعا انا حابه ان انا انزل لكم كل الحلقات اللي بتنزل، بس يا ريت تشجعوني في الكومنتات. بكده اكون وصلت للنهايه. اشكركم على المتابعه واستنوني في كل جديد.